الصندوق ده اكيد لقيه في السرداب. يا ترى يكون فيه يا باشا؟ على فكرة يا موزة، الصناديق دي بيبقى فيها حاجات وحشة خالص وخطر على اللي يفتحها. يعني ممكن تكون مسكونه يا باشا، اللهم احفظنا. أيوة، مسكونة عفاريت. اشتاتا اشتوت عفاريت ايه يا باشا؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. بص يا موزة، العفاريت ده مكانها المفضل هي الصناديق دي. ممكن يا باشا، لان الصندوق ده في السرداب بقاله مده، يعني تلاقيه بيشغى عفاريت. أيوة، الحق بقى وحذرهم وما تخليش حد فيهم يفتح الصندوق عشان ما حدش فيهم يتأذي. ده انا هجيب لهم اللي يفتحوا في غمضة عين. مين ده؟ الشيخ عاشور، هو في غيره؟ لا عاشور ايه، انا عندي بقى شيخ سره كويس، سره باتع، وبيعمل الحاجات دي كده لوجه الله. يا باشا الشيخ عاشور ده بيكتف العفريت، مش هيقدر على حته صندوق. خلاص الاتنين يساعدوا بعض. هروح انا بقى دلوقتي وهبعت لك الشيخ واوا، قصدي الشيخ فواز. ها، مش هتأخر عليك يا موزة. باي موزة. فواز؟ انا اول مره اسمع الاسم ده. ايه يا عم حسن، الصندوق ده فيه ايه؟ علمك يا سي اكرم، بس مش ملاحظ ان بوجي ما ظهرش من ساعتها؟ اكيد الصندوق ده فيه كنز. كنز؟ وجبت منين بقى الكلام ده؟ وهي عايزه فكاكه؟ صندوق في قصر قديم من آلاف السنين، هيكون فيه ايه؟ فيل؟ لازم يكون فيه كنز، وكنز كبير قوي. ما تستعجلش قوي كده، دلوقتي نعرف كل حاجه. حاجة يا عم حسن، لو الصندوق ده طلع فيه كنز يبقى حظ الحارة. ما هي الحارة دي لازم يبقى ليها نصيب في الصندوق، مش كده ولا ايه يا عم حسن؟ ما تستعجلش الاحداث. طب مش الاول نعرف الصندوق ده فيه ايه؟ زبون بيند عليك. زبون؟ فين ده؟ أنا واقف في الشباك من بدري قوي، عقلي يجيب ويودي. يا ترى اتأخروا ليه؟ امال يعني لو كنا فتحنا الصندوق كمان كنا هنرجع امتى؟ هو انتوا لسه ما شفتوش ايه اللي في الصندوق؟ لسه يا عم شكشك. طنط شفيق او طماطم زمانهم هما كمان قلقانين علينا. انا اتصلت بطنط شفيقة ساعة ما جيت وطمنتها. يلا بقى يا بوجي افتح الصندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. وده مين اللي جاي السعادي ده؟ الله. اما شوف مين. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا موزة؟ انا قلت الحقكم قبل ما تفتحوا الصندوق. وانت شرفك يا سيموزة ان في صندوق؟ قعدت تراقب اللي رايح واللي جاي برضه؟ تاخد عني فكره وحشه ليه يا عم شكشك؟ تعالى يا موزة، انت مش غريب. عدم المؤاخذه يا ابوج، انا مش لوحدي. ليه؟ مين معاك؟ معايا الشيخ عاشور. اتفضل يا عم الشيخ عاشور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي مدد. ومعايا كمان الشيخ فواز. تعال يا عم فواز اتفضل. بعصا الخير مدد. انا قلت اجيب لكم المشايخ معايا عشان يشوفوا الصندوق والعفاريت والحكايه دي. وانت عرفت منين ان الصندوق فيه عفاريت يا موزة؟ الصندوق ده قديم، اكيد مليان بيشغي عفاريت. عفاريت ايه؟ انت بتصدق الكلام ده برضه؟ ما تصدقش ليه يا عم شكشك؟ كل شيء جايز. بس احنا مش مسؤولين لو العفاريت لبستكم، انتوا اللي جبتوه لنفسكم. خليك معاهم انت يا موزة. خليني فين يا عم شكشك؟ انا راجل على رجليك ولازم اجي معاكم. لا خليك انت، اهو اللي يخاف من العفريت يطلع له. كده يا عم شكشك عايز تخلص مني؟ بس الشيخ عاشور قدها وقدود. يظهر الموضوع قلب بجد. ما هو بجد انت فاكره هزار يا عم الشيخ عاشور؟ ما هو بجد. يا ابني انا مش فاكره هزار ولا حاجة. اطمن يا حبيبي، انا قدها وقدود. يلا يا شيخ فواز. يلا فين يا شيخ عاشور؟ يلا يا حبيبي ابدأ انت الاول، انت الكبير. انا الكبير. هل انت متأكد ان بالصندوق عفاريت بجد؟ اي نعم، به عفاريت، انما عفاريت معتقة بقالها سنين طويلة ومش هتطلع بالساهل. مسألة حياة او موت. للكركاتي. طب مولانا الشيخ عاشور باشا، اتفضل سعادتك وانا وراك على طول. لا يا حبيبي ابدأ انت الاول، انت الكبير وانا الصغير. لا، ما الحاجات دي ما فيهاش كبير وصغير. اتفضل سعادتك وانا وراك على طول. مش هبدأ انا دلوقتي. بقول لك ايه؟ نعم. إيه انت شايف الباب فين؟ هو ده.
أنا مش مستغني عن حياتي يا حبيبي، ورايا أطلق ساقيك للريح واجري اجري اجري يا شيخ عاشور، يا شيخ فواز، هتسيبوني انا العفاريت. عرفتوا بقى انهم بتوع دجل وشعوذة وما يقدروش يعملوا اي حاجة. فعلا دول بيخدعوا الناس. طيب يلا بقى نفتح الصندوق، يلا بقى بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ورق. ورق. انا طلبت فلوس ورق مش ورق بجد. ايه ده؟ ورق. اعتبر ان المهمة انتهت يا بوس. لا يوجد احتمالات عندنا، حدد وبدقة انتهت أم لا. ده باعتبار ما سيكون. انا متأكد ان الرجالة بتوعي هيخلصوا المهمة حالا، ده اذا ما كانوش خلصوها فعلا. يعني انت متأكد من الرجالة دي؟ خلاص، أول ما تنتهي العملية call me على طول. طبعا يا بوس، اطمن، مع ألف سلامة. يمي 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 يمي. عفاريت 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 يا باشا. واوا، الحمد لله على السلامة واوا. خلصت المهمة؟ فين بقى الصندوق؟ أنا عارف، أكيد خبيته في حتة كده ولا كده عشان المراقبة. برافو عليك، هو ده التفكير السليم، هو ده واوا. قول لي بقى يا واوا، فين الصندوق؟ عفاريت عفاريت يا باشا ومعفرط. ايه ده واوا، ايه ده؟ معلش، أنا عارف العملية كانت صعبة عليك، بس أنت قدها وقدود، ده أنت واوا. قول لي بقى الصندوق فين يا واوا؟ عفاريت فين؟ حد فيكم يرد عليا؟ حد عارف الصندوق فين؟ صندوق ده ايه؟ صندوق ده ايه يا باشا؟ انا عارف الباشا بيتكلم عن ايه. الصندوق يا شوية بهليل، على الله ما تكونوش عارفين الصندوق يعني ايه. اوكي واوا، ركز معايا يا واوا. وير ذا بوكس؟ فين الصندوق يا واوا؟ الصندوق فيه عفاريت يا باشا. عفاريت. عفاريت؟ هو حد فتحه يا واوا؟ حد يقدر يفتح الصندوق؟ حلو، هو ده المطلوب. فين بقى الصندوق يا واوا؟ لا، ما احنا سيبنا الصندوق يا باشا وجرينا. حلو، برافو، سبتوا الصندوق وجريتوا. سبتوه فين يا واوا؟ عند بوجي يا باشا. نعم، عند بوجي؟ مش بقول لك الصندوق مليان عفاريت يا باشا. انت برضه بتصدق الكلام الفاضي ده؟ عفاريت ايه وتخاريف ايه يا واوا؟ طب ما صدقش ليه؟ اذا كان الفانوس اللي قد كده اهو تدعكه كده اهو يطلع مارد اكبر من وقت فتله، ما بالك الصندوق اللي قد كده يطلع كام فتله يا باشا؟ اوكي، الصندوق فيه عفاريت. الشيخ بقى اللي كان معاك كان بيعمل ايه؟ الشيخ عاشور سابنا وجري، خف العفاريت يا باشا. اشتات نو. ايه ده؟ هو الصندوق كله مليان ورق ولا ايه؟ أمال فين الكنز الكبير اللي جدك قال عليه في الرسالة يا بوجي؟ والله بقى يا طمطم انا ما بقتش عارف. انا زيكم بالظبط. معقولة يعني يكون جدي الكبير قاصد يعمل فيا فصل ويحرجني؟ طيب ليه؟ هو انا عملت فيه ايه يعني عشان يعمل فيا الفصل ده؟ محدش عارف جدك الكبير يقصد ايه بالكلام ده. ياه، ده شكله غريب جدا. ما تدوروا كمان، يمكن يكون لسه في حاجة في الصندوق. اهو الصندوق ما فيهوش حاجه اهو. حاسب كده، وريني. اوعى كده، وريني كده. اهو الكنز اهو ربع جنيه. الله، ربع جنيه. الحمد لله، جدي ما كانش بيضحك عليا. استنى اما نفتحها. فعلا دي فلوس ذهب. شوف يا بوجي، شوفوا فلوس. اهي فلوس ذهب اهي، وادي ربع جنيه كمان. الله، وضمنا الشوكولاته. اي نعم، هو كيس واحد بس احسن من مفيش خالص يعني. مبروك يا بوجي، مبروك. مبروك علينا كلنا. وايه دي؟ رسالة تانية دي ولا ايه؟ افتحيها يا طمطم. ايه ده؟ دي مش رسالة. امال ايه؟ وريني كده يا طمطم. الله الله الله، دي خريطة. خريطة ايه دي؟ يمكن تكون خريطة الكنز تاني موجود في السرداب ده. لا، دي خريطة لمدن ومحافظات. طب ودي هنعمل بيها ايه دي؟ اكيد ملهاش لازمة، مش قلتلكم شكله غريب جدا. لا، دي اكيد مهمة، مادام جدي احتفظ بيها في الصندوق تبقى مهمة. طب وهنستفاد منها ايه بقى يا بوجي؟ اكيد لما نعرف ايه اللي في الورقة دي هنفهم. This is your last chance. دي آخر فرصة ليك. لو ما نفذتش المطلوب
قول لنفسك باي باي. ماشي يا بص، انا مستعد. I am ready. في صندوق كاريتا لازم تجيبها بأي ثمن، مفهوم؟ مفهوم يا بص. علم وينفذ.